كان القلق واضحا على ملامحها، وهي تسأل زوجها باهتمام بالغ: ماذا بك؟ كانت عروقه بارزة من شدة الغضب والعصبية التي تملكته، وهو يبحث عن بعض الأوراق المهمة. أجابها بصوت متوتر: شقيقتي بالأسفل عند أمي وزوجها وأهله، على وشك الوصول لتطليقها. اتسعت عينا زوجته في ذهول، وسادها حزن عميق على مصير شقيقة زوجها، فسألته بحزن: طلاق؟ وما الذي حدث بينهما ليصل الأمر إلى هذا القرار المدمر؟ تنهد زوجها وأشعل سيجارته قبل أن يجيب: لقد تزوجها بمنزل العائلة، وأعلمني بذلك مسبقا ولم أمانع. قاطعته زوجته باستغراب، ولكنها تسكن في الشقة التي تعلوهم، وليست مع أم زوجها مباشرة. أومأ برأسه موافقا، ثم تابع بحدة مدافعا عن حق شقيقته، لكن أمه تستعبدها، تفرض عليها قوانين خانقة تجبرها على النزول صباحا لخدمتها. يأكلان الغداء عندها، ولا يصعدان لشقتهما إلا عند النوم. حتى تربية ابنتيها ليست بيدها، فأم زوجها تتدخل في كل شيء، وزوجها خاضع تماما لأوامرها. ختام القصة. أخي أختي، إن كنت من عشاق القصص الواقعية والهادفة، علق بكلمتي تم ليصلك كل جديد ومفيد. تحياتي لكم، قناة قصص وحكايات.